رافض خليل بدر مهدي مجددا مرور ممتاز لعيب مهدي زين التسديده ممكن هدف اول جول 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 محمد صادق صدق على كلامي انه هو الاكثر خطورة الاكثر ازعاجا لا بل اكثر اللاعبين خطورة على مرمى الصفا وداخل منطقة الجزاء. صدق على كلامي ووين بارض الولادة عم يولد من جديد كنجم بالتأكيد مع النجمة. محمد صادق عم يسجل اول الاهداف النجموية بمرمى الصفوية على ارضه وبدعم من جماهيره النجموية على الارض الطرابلسية. صادق عم يولد من جديد بمنطقة الجزاء كونه من مواليد المنطقة وعم يسجل اول اهداف المباراة. النجمة 1 الصفا 0. هدف جميل جدا كريدت كثير كبير بينعطى لمهدي زين بالكرات الرأسية. كوراني بيلعب الكرة مباشرة هذه مرتضى من بوكس ببعدها محمد علي رضا اسماعيل ممكن يعكسها مباشرة بالفعل. الامر يلي بيعمله علي رضا اسماعيل الكرة الى داخل منطقة الجزاء. كوراني مش متسلم يعكسها بالراس بدوره زين عم يتدخل فرصة هدف ثاني فرصة هدف ثاني لفريق النجمة. هجمة حسسنا بوجوده القوي بمباراة اليوم. قلت في الكرات الثابتة الخطورة بتكون موجودة. الكرة الثابتة انلعبت ارتدت من علي رضا اسماعيل او انعكست من علي رضا اسماعيل وارتدت بعرضية من الكرة الجزاء. انهت صبر ماهر صبر الماهر كان مدافعته داخل المنطقة. شوفوا بالإعادة أصل زين تدخل وهون الكرة يلي اعتبر الحكم انها دخلت المرمى انها تخطط خط الملعب او خط المرمى وبالتالي عم تعمل عن الهدف الثاني لفريق النجمة. هون قاسم زين التدخل وماهر صبرا من قلب الدفاع الى قلب الهجوم بقلب كبير. قاسم زين وماهر صبرا تقدموا من قلب الدفاع ليصيروا قلب كويس الهجوم. يوتيوب MTV مع كرة ايضا ملعوبة حلوة كثير عم يفتتح رصيده التهديفي مع فريق النجمة بالهدف الثالث. الهدف الرقم 9669 بتاريخ الدوري اللبناني. 9 الان وصل عدد الاهداف. لويس الخوري قلت خلوا عينكم عليه بيلعب يلعب الكرة العرضية مرة جديدة وهالمرة جوزيه البيرتو بالو عم يقابلها بقذيفة داخل الشباك الصفوية بقدمه اليسرى. هدف لإمبالو اذا مجددا عبد الله مورا بيشوف لويس الخوري اللاعب يلي قلت عنه مكسب لفريق النجمة عم يأكد هالامر. حكيت عنه قلت مؤسس بمدرسة مانشستر سيتي قلت مر ببلاك من